السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا، وحشتوني جدا جدا. انا بقالي فترة كده بقى كنت مختفية كده شوية، عارفين بقى اجازة وبستجم. بصوا بقى، انا قلت النهارده كده اطلع نعمل مع بعضينا حواوشي اللذيذ اللي طلع والله رهيب. جبت معايا كيلو من اللحمه المفرومه، وجبت معايا كيلو من البصل وفلفل اخضر، ونزلت عليه بنص معلقه بيكنج باودر، بثلاث معالق دقيق، ملح وفلفل اسود. لازم البيكنج باودر ولازم الدقيق عشان يديله كده نفشان يبقى فظيع. بعد كده جبت العيش بتاعي، فتحته كده من فوق. العيش اللي هو السياحي يا جماعه، السياحي بيبقى خفيف عن اللي هو بتاع الدعم ده، بيبقى تقيل شويه. يعني بحس ان هو السندوتش فيه بيبقى تقيل. اما السياحي بيبقى فيه حلو قوي على فكرة. جربوها هيعجبكم. انا بقى زي ما قلت لكم جبت كيلو من اللحمه. هي طبعا اللحمه بتبقى عليها نسبه من الدهون، وحطيت عليها نص معلقه بيكنج باودر، ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه، وبصل، وكيلو بصل مفروم، وفلفل اخضر مفروم حامي. وبعد كده مسكت الرغيف وفتحته كده من فوق، يعني مسكته من الحتتين كده ورحت فاتحاه، وقمت ايه بعمله زي ما انتوا شايفينه كده. ولازم تتاكدي تفردي كده اللحمه بتاعتك كده بايديكي، عشان ما تبقاش متركزه في حته وحته او حته. لا، بصوا انا بعمل ايه. بتاكد وبجيب من تحت لفوق، من فوق لتحت، علشان اتاكد ان مفيش حاجه مني ايه مكلكعه ولا اي حاجه اهو. على فكرة الحواوشي من الأكلات الجميلة اللي أنا بحبها. بقى كان المفروض جنبها سلطة الطحينة بس ما عملتش. كان في سلطة خضراء وكان في شيبسي وأكلوا الحمد لله. يعني كانت أكلة خفيفة، ما تاخدش منك وقت ولا بتاخد مجهود ولا أي حاجة خالص. أنا فأنا بدور على الأكلات السهلة صراحة اليومين دول يعني. وعندي الأولاد بيموتوا فيها زي ما انتوا شايفين كده أهو. لازم تتأكدي إن مفيش حاجة كده يمين ولا في حاجة شمال. جبت معايا طبق، حطيت فيه معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت، وسيحتهم في الميكروويف. وهتمسكي بقى كده ايه، واحد واحد تدهنيه، واحد واحد تدهنيه. طبعا انا عايده الفرن من 5 دقايق على درجة حرارة 180 عادي جدا، عشان انا بحبه. في عندي بيحبوه كريسبي وفي عندي بيحبوه كده، فانا كنت عاملة من ده على ده. تمام. انا بقى خلاص الخطوة دي كانت تعتبر الخطوة الأخيرة. انا عايده الفرن، هدخله على طول في الفرن. طلعت بقى لما جيت طلعته، طلعت منه حبة كريسبي ناشف، وطلعت التانيين حبة طريين، لان عندي الاولاد الصغيرين ما بيعرفوش طبعا ياكلوا الناشف، اما باباهم هو اللي بيحب ياكل الناشف يا جماعه. فانا زي ما انتم شايفين اهو، دهنته كده، تدهنيه دهنه حلوه ودهنه ايه معتبره كده معاكي من السمنه. ولازم السمنه يا جماعه، عشان السمنه هي اللي بتخليه معاكي مقرمش، اما الزيت هو اللي بيديله اللمعه الجميله ديت. انا الاول كنت بعمله واحد واحد على البوتاجاز، بس لا، لما عرفت بقى الحوار ده بقت في البوتاجاز اسهل. بصوا، ده بقى اللي هو الناشف اللي هو اللي بابا بياكلهم. بصوا، هو ده بقى الناشف جميل دوت. انا عايزه اقول لكم برضو جميل جميل. ده بقى الطري اللي هم العيله، عشان طبعا ما بيعرفوش ياكلوا الناشف. عايزه اقول لكم كان جميل 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 جدا جدا. طعم كده الزبده كده بقى فيه، والبهارات والبيكنج باودر، بصوا عامله ازاي. اللي جربوه امشوا على على الخطوات ديت، تكه 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 تكه. هتعجبكم جدا. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سيالي صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.